انا اغيب وارجع بقنبله من قنابلي. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم، بس سامحوني. النهارده هقول لك 5 وصفات تقضي تماما على التصبغات، وكلها بعنصر واحد بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمه وصحه وستر. عدي ورايا يا ست البنات وقولي لي النهارده عايزين نتخلص من التصبغات يا قبل اماني، وبحاجات بسيطه من البيت. عدي ورايا، ولو لقيتي الوصفه مش جايبه معاكي نتيجه اعملي لي انفولو. يلا بينا. اول وصفه، كل الوصفات اللي هنعملها النهارده بالثوم. هتجيبي الثوم، هتجيبي 5 6 فصوص ثوم وتعلقيهم في الشوكه وتحطيهم على النار وتشويهم. اشويهم بطريقتك، اشويهم بطريقتك انا راضيه. وبعدين تفرميهم كويس جدا جدا جدا، وتحطي عليهم معلقه حنه، حنه خضراء وحنه بيضه، ومعلقتين خل، وتهرسي كويس جدا جدا جدا، ونقطتين 3 زيت جوز الهند، وتقلبي الخليط ده وتحطيه في علبه معقمه، وتحطيه على بشرتك كل ليله لمده من ساعه لساعه وشويه، وبعدين تشطفي وتحطي حاجه مرطبه. دي اول وصفه اللي هي الثوم المشوي مع الحنه البيضاء والحنه الخضراء. تاني وصفه الثوم المسلوق. هتجيبي راس ثوم حلوه كده جميله وتسلقيها. انا عايزه الميه اللي تسلقيها فيها تبقى على قدها بالظبط، بحيث لما تيجي تفصصيها تبقى زي الكريم كده، زي الكريم. عارفه الكريم؟ حطي راس الثوم دي في الميه، وبعدين طلعيها وفصصيها كويس جدا، وطلعي الثوم ده هيبقى زي المرهم كده بالظبط، وهرسيه كويس جدا جدا جدا، وحطي عليه معلقتين بن، اللي هو البن بتاعنا بس ما يكونش محوج ولا اي حاجه، وهرسيه كمان كويس جدا جدا، وحطي عليه نقطتين 3 زيت ورد. زيت الورد لازم يبقى من مصدر موثوق منه، وزيت الورد حامي جدا جدا. فالوصفه دي مش هتسيبيها على البشره اكتر من نص ساعه بالكتير، كل ليله بالليل. وما تخافيش التوم مش هيبقى له ريحه علشان القهوه، في الوصفه الاولانيه مش هيبقى له ريحه علشان خلي التفاح. يبقى دي تاني وصفه. تالت وصفه، ودي وصفه جباره جباره. هتجيبي ايه يا ست البنات؟ هتجيبي معلقتين جل صبار، لا سوري، جل بذور الكتان، معلقتين بذور كتان، وتحطيهم على معلقتين شوفان في نص كوبايه ميه مغليه، وتستخلصي ده على البارد، وتكوني سلقه راس توم برده كويسه كده، وتروحي مفصصاها ومفضيه التوم، وتروحي هرسه الخليط ده كله مع بعضه، الشوفان مع جل بذور الكتان مع التوم، وتحطي عليهم ايه؟ ربع فنجان زيت قهوه، تقلبي كويس جدا 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 جدا، وتحطيه على بشرتك كل ليله بالليل لمده نص ساعه، وبعدين تشطفي وتحطي حاجه مرطبه. اهم حاجه عندي الترطيب، اهم حاجه الترطيب. رابع وصفه يا بنات، ان انت تجيبي معلقتين رز مطحون، وتجيبي فصوص الثوم، وتكوني مقشراها، كل اللي فات ده بقشره، وتكوني مقشراها وحطها على نار هاديه مع الرز لحد ما تستوي تماما، تستوي تماما. عايزاه دايب تضربيه بالهاند بلندر. شفت الكريم اللي بنتك على البامب كده يطلع منه؟ وتضربيهم كويس جدا بالهاند بلندر وبشاش طبي او حاجه، وتصفيهم، وبعدين تحطي عليهم معلقتين 3 زيت لوز حلو، وتقلبي كويس جدا جدا جدا، وتحطيهم في برطمان معقم، وبعدين تستخدميهم كل ليله. الوصفه الجباره والاخيره، هتجيبي راس توم حلو قوي وتسلقيها برده كويس جدا جدا جدا، وتجيبي قرص من الصيدليه فيتامين سي، وبعدين تدقيه كويس جدا وتطحنيه، وبعدين تجيبي معلقتين زيت جوز الهند وتحطيهم عليه، وتجيبي الثوم اللي احنا سلقناه ده وتهرسيه كويس جدا جدا مع زيت جوز الهند ومع قرص الفيتامين سي، وتقلبي كويس جدا جدا، وتحطي عليهم 3 معالق زيت قهوه. الوصفات دي كفيله تخلي بشرتك مرايه. طب قبل امان انت قلتي بدل الوصفه 5 وكلهم بالثوم، على فكره ده حسب بشرتك، وحسب انت هتحطيه قد ايه، وحسب درجه التصبغ، وحسب ما انت عايزه تقرري. الوصفه اللي تستهويكي اعمليها. الثوم من الحاجات الحلوه قوي 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 اللي هتخلي بشرتك سيراميك. عارفه يعني ايه سيراميك؟ الوصفه دي في اقل من اسبوع لو استخدمتيها يوم ويوم لا، هتخلي بشرتك حرفيا خاليه من التصبغات واثار الحبوب والبقع البنيه، وهتخليها قمر. طب انا عايزه بقى قبل اماني حاجه مرطبه علشان ارطب ترطيب عميق بعد الوصفه بتاعت التوم دي. اولا هتغسلي كويس جدا جدا جدا، وهتجيبي ايه يا ست البنات؟ هتجيبي معلقتين جل صبار عليهم معلقتين زيت جوز الهند، تقلبيهم كويس جدا جدا ميكسك الجميل، وتحطي عليهم 3 كبسولات فيتامين ايه من اللي هم الالف، تبخشيها من فوق كده وتفضيها عليهم، تقلبي كويس جدا جدا. كل الكريمات اللي انا قلتها لك تشيليها في رف الثلاجه، ولازم تبقى بارده وانت بتستخدميها.
الوصفات دي هتفرق معاكي كتير جدا جدا جدا، وجربي يا ست، انت مش خسرانه حاجه. تابعيني على قناه وصفه طبيعيه وكريم الصيدليه وقناه مع اماني منوعات وحاجات بنات، هتلاقي هناك حاجات حلوه قوي 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 قوي. يلا بينا على هناك نشوف الفيديو، يلا بينا.